السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، بنكمل محتوى الويب دبلومة بتاعنا. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على تاج جديد، وهو تاج اسمه iframe. طبعا دي الفتحة بتاعته وليه القفلة بتاعته. iframe ده بقى بيعمل إيه؟ افرض دلوقتي إن أنت في الصفحة بتاعتك، في التصميم الصفحة اللي أنت صممته، عايز تعرض محتويات دوكيمنت تاني. يعني مثلا هديك مثال صغير، انا في موقع زي موقع اليوم السابع اللي هو بتاع الاخبار او الوطن او الحاجات دي، وعايز اعرض مثلا الصفحة بتاعتي على الفيسبوك جوه موقع اليوم السابع. عايز اجيب الصفحة بتاعتي اللي انا عاملها على الفيسبوك جوه اليوم السابع. ده كده معناه انك بتعرض دوكيمنت من مكان خارجي جوه الصفحة بتاعتي، ده اسمه اي فريم. هديك مثال تاني صغير. كلنا شفنا موقع الفيسبوك. انا شغال على الفيسبوك وبلاقي فيديو معروض من على اليوتيوب. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده لده؟ يجي هنا دور الاي فريم. انت في الموقع بتاعك انت وعايز تعرض دوكيمنت من اليوتيوب، عايز اعرض فيديو من اليوتيوب، فاقدر اعرض ده من خلال الاي فريم. الموضوع في غاية السهولة. كل اللي انت هتعمله هتكتب كده اي فريم وتقول له SRC اللي اختصار لكلمة سورس يساوي، وحط هنا سورس الدوكيمنت اللي انت عايزها تتعرض. تعالوا بسرعة نجرب علشان نشوف ده بيتعمل ازاي. انا هروح للكود بتاعي اهو. الصفحة بتاعتنا كبرت جدا بس مش مشكلة، فيها كل اللي احنا اتعلمناه. هحاول ان شاء الله ان بعد ما نخلص الكورس ده، احنا خلاص فاضل لنا السيشن ونبقى خلصنا ال HTML. حاول ان انا احط لكم الدوكيمنت دي على الدرايف واحط لكم اللينك بتاعها في القناة علشان اللي حابب يبص برضو على الكودنج اللي احنا كتبناه. طيب بسرعة كده هروح اقول له iframe وهقول له هنا SRC. بالمناسبة الاي فريم مش بنكتب جواه حاجة، يعني هنا مش بكتب جواه حاجة، بكتب المحتويات بتاعتي جوه السورس SRC. طيب مثلا انا عندي الصفحة بتاعت الاندكس وعندي هنا الصفحة بتاعت البروفايل. عايز اعرض محتويات صفحة البروفايل، ده دوكيمنت تاني، صفحة تانية عايز اعرضها جوه الصفحة بتاعتي دي. بقى حط المسار بتاعها، المسار بتاعها هما الاتنين مع بعض، يبقى مش في فولدرات مختلفة. يبقى انا اروح اقول له كده profile.html واروح اعمل سيف، ارجع على الصفحة بتاعتي اعمل ريفرش، ابص كده ادي الاي فريم، ادي البرواز بتاعي معروض فيه المحتويات بتاعت صفحة البروفايل اللي انت شايفها دي. يبقى انا كده بعرض دوكيمنت جوه الصفحة بتاعتي، دوكيمنت خارجي جوه الصفحة بتاعتي. تعال اديك مثال كمان. طب هو يا باشمهندس ازاي اقدر اجيب بقى الفيديوهات بتاعت اليوتيوب واقدر ان انا اعرضها؟ اليوتيوب بيديك اللينك اصلا. يعني ايه؟ تعالوا نفتح القناة بتاعتنا كده. انا رحت فتحت القناة، وليكن مثلا جبت الفيديو الاخير اللي كنا بنتكلم فيه عن الهوستنج او الاستضافة بتاعت جودادي. ادي الفيديو بتاعي اهو. طيب جميل. كل اللي انت محتاج تعمله هلاقي فيه هنا حاجة اسمها شير. لو ضغطت على شير هلاقي فيه عندي هنا حاجة اسمها embed. هضغط على embed، ده هيجيب لي كود الاي فريم بتاعي اهو. ده كود ال HTML اللي انت المفروض تحطه عندك في الموقع. ادي الاي فريم اهو. اروح اخده كده كوبي واروح على الموقع بتاعي اعمل بيست. خلي بالك هو مدي لك الويدث العرض بتاع الاي فريم، مدي لك الهايت، ومديك السورس بتاع الاي فريم ده. هرجع كليك يمين بيست. انا كده خلاص خلصت الكود بتاعي. اروح اعمل سيف، هرجع على الموقع بتاعي. خلاص بقى نقفل دي كده، مش عايزها. ادي تاني اللينك بتاع امير فاروق اهو، الصفحة بتاعتنا. هرجع على صفحة الفيسبوك اللي احنا كنا عاملينها دي، اللي هو اللينك بتاعنا ده. كليك يمين، انزل تحت، ادي الاي فريم بتاع اليوتيوب. اقدر اشغل الفيديو بتاعي اهو. اقدر اشغل الفيديو بتاعي من هنا من غير ما اروح اصلا لقناة اليوتيوب. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عرضت محتويات دوكيمنت تاني
عرضت محتويات دوكيمنت تاني، دوكيمنت في اليوتيوب عرضته جوه الويب سايت بتاعي. يبقى انا كده اتعلمت النهارده من خلال الاي فريم ازاي اقدر اعرض محتويات دوكيمنت تانية جوه الصفحه بتاعتي. طبعا عندنا اتريبيوتس للاي فريم زي الويتس والهايت، العرض بتاع البرواز قد ايه بالبيكسل، والطول بتاع البرواز قد ايه بالبيكسل. تقدر تكبر وتصغر المساحه بتاعت الاي فريم زي ما انت عايز، يعني لو المساحه دي انت شايفها صغيره وعايز تكبرها تقدر تكبر الارقام بتاعتك زي ما انت عايز. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى إن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم، كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.